مساء الخير، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عبد العطله، استشاري نساء وتوليد رقم متاخر الانجاب. النهارده هتكلم عن موضوع هي مش هنقول ظاهره، هي حاجه موجوده بقالها كتير جدا جدا، وهي متلازمه اكسات موبايل او بنسميها بروستيك اوفري سندروم. بس عايز اوضح شويه نقط مهمه. النهارده هتكلم عنها بتعمق شويه. كنت عملت قبل كده فيديو بتكلم فيه على نوع من انواع المقارنه ما بين التكيسات كمتلازمه موجوده معاكي في اللايف، او بعض البنات اللي بيكون عندهم شويه اضطرابات هرمونيه، او حتى السيدات وبينتج عنها تكوين اكياس فسيولوجيه من وقت للتاني، بس ان هي بيحصل لها ريزوليوشن او بتروح عادي خالص مع البيريد بشكل طبيعي. لو احنا جينا اتكلمنا في الموضوع ده وهنقول تاني الحته دي مهم قوي يا جماعه، اختيار التوقيت للفحص بتاع الحاله. بمعنى انا النهارده وشرحتها قبل كده برضو، قلنا ان لو جيت عملت فحص للحاله، الكلام ده في الفتره بتاعت نزول البيريد عندها اوتوماتيك هلاقي في اكتر من كيس موجودين على الابيض. ليه بيحصل حاجه زي كده؟ لان كل شهر على مدار الشهور العاديه بتاعت البنت او الست دايما بيكون في حاجه اسمها اوسايت ريكروتمنت. ده الطبيعي ان المبيض نفسه اوتوماتيك بيطلع مجموعه بويضات على حرف المبيض، دي اسمها اوسايت ريكروتمنت. بيبتدي يحصل بسبب تاثير الهرمونات اللي هي الاف اس اتش والاخر من الهرمونات دي عشان يحصل تحفيز للنمو بتاع هذه البويضات. دلوقتي البويضات دي بتكبر، هل كلها بتكبر؟ لا، في منها بيكبر، في منها بيحصل له او بيحصل الجسم بيمتص وما بيتبقاش. البروسيس دي بتقعد فتره تقريبا من حوالي 6 ل 8 ايام. في الفتره دي لو انا جيت عملت فحص للسيده هلاقي اكتر من بويضه موجوده على الحرف اللي موجود عندها او حرف المبيض من بره، فاقول ان هي عندها بوليسيستيك او عندها مالتيبل سيست او عندها تكيسات. ده غلط، لان في الطبيعي احنا لو استنينا شويه كمان هنلاقي بيحصل ان كل هذه البويضات بتتاثر بهرمونات مسؤوله عن انها تكبر ويحصل لها ماتيوريشن او انها تنضج. بعد فتره بيبقى في بويضه واحده فيهم من المجموعه دي اللي هي 6 او 7 بويضات او 8 بويضات في بعض الحالات، او حتى ايفن مور اور ليس عند بعض السيدات بيختلف من ست للثانيه. هنلاقي دي مثلا البيشن او البويضات دي ما بتبقاش موجوده، ويبقى واحده فقط هي اكتر بويضه منهم عندها مستقبلات لهرمون الاستروجين، فدي اللي بتكبر وبتكمل النمو بتاعها لحد ما يحصل انها تعمل الماتيور فوليكل او البويضه الناضجه اللي بتكون صالحه ان يحصل منها عمليه اخصاب. تمام. فلو عملت فحص الفتره دي انا هيبقى الموضوع مسليدي، مش هيديني الدايجنوز الصح، وهقول ان الحاله عندها كذا وهي ما عندهاش. فدي نقطه ناخد بالنا منها كويس جدا جدا. بعض الناس قالت ان اغلب الحالات يا جماعه او بيتقال دكتور حالتك اكسات موبايل لازم يكون وزنها كتير او لازم تكون سمينه او انها وزنها زياده او الاكثر من الكلام ده. برضه حابب اوضح نقطه مهمه جدا، مش كل السيدات من عندهم متلازمه اكسات موبايل بيعانوا من السمنه. في حالات كتيره جدا بتكون رفيعه وستيل عندها تكيسات. تمام. فنرجع لنقطه مهمه، ان معنى كده ان مش كل الحالات اللي موجوده عندها تكيسات بتحتاج انها تاخد ادويه عشان خاطر نعالج بيها مقاومه الانسولين، ان هي اوريدي ما عندهاش وزنها مش زياده. فما بيكونش الجزء الرئيسي في علاج هذه الحاله هو ان انا ادي الميتفورمين او الجلوكفاج او اللي هو السيتوفاج، الادويه اللي مسؤوله عشان خاطر مقاومه الانسولين. لا، في حالات منهم مشكلتها مش كده، بيكون مشكلتها هرمونات ثانيه فيها عامله لها هذا الديتريوريشن او هذه المشكله اللي هي التكيسات اللي موجوده عندها. طب انا النهارده عشان خاطر اقدر اقيم حاله بالفعل واقول الحاله دي عندها ولا ما عندهاش، مهم جدا ان انا بعمل تحليل مهم قوي هو اسمه AMH، انتي مولاريان هرمون. تمام. ده مسؤول عن مخزون المبيض. احنا المفروض عندنا في نورمال رينج، في حاجه اسمها هاي ريسبوندر، او ان واحده عندها مخزون عالي شويه او مخزون قليل، وفي ناس بيبقى عندهم مخزون عالي زياده، وده بيكون اكثر شويه في حالات الناس اللي عندها تكيسات موبايل. يعني اللي عندها تكيسات موبايل بتبقى دايما خايفه، ولا تقول انا عندي تكيسات وفرص الحمل. انت واحده من الناس اللي يكون عندها مخزون هيقعدها فترات طويله جدا، فيكون عندها فرص حمل قدام عاليه حتى في سن متاخر، نتيجه ان المبيض مليان بويضات. يعني الموضوع ده ميزه وعيب في شقين. تمام. فانت مش عشان تكيسات يبقى انا لا، بالعكس انت عندك مخزون ممكن يقعدك فتره اطول من السيدات العاديه، فدي نقطه لصالحك لو انت عندك تكيسات. بس بتبقى مشكلتك ان انت عندك صعوبه في حدوث الحمل. ما بنقولش عليك ان انت حاله انفيرتايل او حاله عقيمه، لا، بنقول عليك عندك حاجه اسمها سب فيرتيليتي، عندك نقص في الخصوبه. لو جينا بصينا على البنات او السيدات اللي عندهم متلازمه تكيسات، هتلاقي اشهر الحاجات اللي بيشتكوا منها دايما دكتور انا عندي بريد مش موجوده او مش منتظمه، يا اما هايبومينوريا يا اما امينوريا، مفيش دوره خالص. طب الشق الثاني تيجي تشتكي منه دكتور انا ما عنديش فرص الحمل، دايما بيحصل عندي حاجه اسمها انفلاتوري سايكل او عندي دوره غير تبويضيه، مفيش عندي تبويض، بنبص على الموبايل ما بيطلعش بويضات، ما بنلاقيش بويضه خارجه. تمام. ده الشق الثاني. فالشق الثالث بقى كده بتيجي تقول له انا دايما عندي شعر زياده في اماكن مختلفه في جسمي انا مش عارفه ليه، والمشكله الشعر ده حتى لما رحت لدكتور الدرماتولوجي ده بيحصل كتير، بتروح لدكتور الجلديه، فالدكتوره مع الفحص وانها بص على لا لا انت محتاجه تعملي فحص مع نسا الاول، رجعت لدكتور النسا بتاعك خليك مايل حالتك وبعدين ترجعي لان ممكن يكون عندك تكيسات. تمام. فبيبقى فيه هيرشوتيزم موجود. واخر نقطه وهي دي الاكثر شيوعا اللي بيبقى دايما بنتكلم فيها، هي ان بيبقى الحاله دي بتعاني من حاجه اسمها سب فيرتيليتي، نقص في الخصوبه. يعني عندها مشكله في الاوفيوليشن، مفيش عندها تبويض، عندها الدوره مش منتظمه او ممكن تكون مقطوعه خالص، وعندها مشكله فيما يخص موضوع الشعر الزايد في الجسم، واخيرا ان بيبقى فيه ده كله بيؤدي لجزئيه ثانيه الا وهي ان في عندنا ضعف في الخصوبه اللي هي بنسميها سب فيرتيليتي. طب يا دكتور دلوقتي ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ايه سبب موضوع زي ده؟ اغلب الحالات اللي بيكون عندها متلازمه تكيسات موبايل بيكونوا بيعانوا من ارتفاع في هرمون عندنا اسمه الاندروجين، هرمون الذكوره، بيكون عالي شويه. هرمون الذكوره هو هرمون موجود عند الستات وعند الرجاله، زي ما هرمونات الانوثه موجود منها نسبه برضه عند الرجاله، بس الشق اللي بيطغى هو ده اللي بيحدد جنس الشخص. تمام. فانت عندك هايبر اندروجينيميا. الاندروجين الزايد ده طبيعي جسمك بيفرزه بشكل طبيعي، بس عندك انزيم ممتاز قوي هو ده المسؤول عن تحويل الاندروجين لاي 2 اللي هي
الاستروجين. تمام اللي هو اروماتيز انزيم. بعض السيدات بيكون عندها نقص او خلل في هذا الهرمون نتيجه ارتفاع ال اتش هرمون، يبقى ال اتش هرمون عندها عالي قوي، فده بيخلي الانزيم ده ما يشتغلش بكفاءه، فيحول الاندروجين الزياده في الجسم الى استروجين، فبتيجي تشتكي ان في هرمون ذكوره مرتفع. طب هرمون الذكوره لما بيرتفع بيعمل ايه؟ ده بيخلي الهرمونات المسؤوله عن ان البويضه توصل لمرحله كافيه من النضج تقل، فبتلاقي الحاله عندنا الاف اس اتش بتاعها وال اتش مش احسن حاجه، او ال اتش عندها عالي بس اف اس اتش اللي هو الفوليكل ستيميوليتنج هرمون، الهرمون المسؤول على جوده البويضه او نمو البويضه ضعيف ومش موجود عندها بشكل كافي، وده بينتج عنه فيشوس سايكل. هي دلوقتي خلاص انا عندي في اندروجين زياده ما بتحولش لاي 2، بس في نفس الوقت في زياده في الوزن وفي اندروجين زياده، فنلاقي عندنا كميه الاي 1 اللي هو الاسترانول كهرمون موجود زياده، وده اللي احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين هرمون الاسترانول ده، لان هو المفروض لوحده ده يعتبر بريكورسور او الهرمون المبدئي اللي المفروض قدام يتحول للاستروجين او الاستراديول. يمكن انا بتكلم بشكل طبي زياده شويه بحيث لو حد ليه علاقه ميديكال فيلد ممكن يستفيد برضه من الفيديو، بس ملخص الموضوع للساده المتفرجين للسيدات ان انت يكون عندك ارتفاع في هرمون الذكوره. ارتفاع هرمون الذكوره بيأثر في كميه الجسم بتاعتك، وبالتبع بيأثر على موضوع الخصوبه عندك، وبيأثر على فرصه تكوين بويضات ناضجه وبتخرج قابله للتخصيب او التلقيح فيحصل منها حمل. فيبقى احنا مشكلتنا النهارده ان عندي هرمون الذكوره بتاعي مرتفع عن الشكل الطبيعي بتاعي. طب يا دكتور انا النهارده كست او كبنت، هل ده الشق الوحيد اللي اقول عليه ان الحاله دي عندها متلازمه اكسات موبايل وخلاص انا كونفيرمينج ااكد واقول المعلومه بمنتهى الثقه؟ لا، فيهم تحاليل تانية بنعملها نطمن بيها. يعني بيبقى عندنا هايبر انجينيميا، الاف اس اتش بتاعنا قليل، ال اتش بتاعنا عالي، بنلاقي عندنا كمان ارتفاع في هرمون اللبن البرولاكتين. ومشكله هرمون اللبن برضو انه من ضمن الهرمونات اللي لما بتزيد بتاثر على الهرمونات المسؤوله عن التبويض، والدليل على كده ببساطه ان زمان ولا زال حتى النهارده في حاجه اسمها physiological methods of contraception او وسائل طبيعيه لمنع حدوث الحمل. من ضمن الوسائل الطبيعيه هو ان احنا بنوقف الجماع اثناء فترات التبويض اللي احنا عارفين مع الطبيب بتاعنا، والشق الثاني ايه؟ هو الرضاعه. يعني انا لو برضع النهارده كست دي من الحاجات اللي بتخلي فرص الحمل عندي بتقل. طب يا دكتور انا كنت حامل وولدت ورضعت وحملت وانا برضع عادي، عشان كده ما تعتبرش من الوسيله الاكيده او المضمونه 100% لحدوث الحمل، لكن هي بتكون مؤشر لوجود اضطرابات هرمونيه في حالات البي سي او متلازمه اكسات موبايل، فبتخلي عندنا المشكله دي. يبقى اذا بيبقى عندي اضطرابات في هرمونات كتيره. في بقى بعض السيدات اخر نقطه هي بلس اور ماينس may be found may not be found، زي موضوع او تبقى موجوده او مش موجوده فيما يخص جزئيه مقاومه الانسولين، ان احنا بنيجي نبص نلاقي عندها الوزن بتاعها زياده، بنعمل بقى تحليل ناكد حاجه زي كده زي اللي هما ايه واتش بي 1 سي، فبنشوف الدنيا اخبارها ايه بالنسبه لها. طب يا دكتور اكتر حاجه مهمه تبقى امتى؟ ان انا لما عملت التحاليل دي كلها لقيت الاي ام اتش بتاعنا منزول فوق ال 15 عالي جدا، التحاليل بتاعتها كلها عاليه جدا بالنسبه لنا، في هرمون زياده فيما يخص موضوع الاندروجين، هرمون زايد فيما يخص موضوع البرولاكتين، وفوق الكلام ده كله نقطه مهمه ان انا هيبقى اكتر حاجه هتاكد لي هو الالتراساوند. انا هعمل سونار واشوف في وسيله اكثر تاكيدا واكثر قوه الا وهي اللابروسكوب المنظار، لكن طبعا مش معقوله كل حاله هتجيلي بنوته عشان خاطر بتعاني من تكيسات فانا اقول لها يلا بينا نعمل منظار، مش دايما. فاحنا ممكن نكتفي فقط بموضوع الشق الهرموني والسونار كتاكيد لده. ومهم جدا واقولها تاني توقيت عمل هذا السونار، دي نقطه في غايه الاهميه بلا منازع، يعني عشان خاطر ما يحصلش مسليدنج او دايجنوز بشكل خاطئ. طب احنا كده شفنا الحاجات دي كلها. لو جينا قلنا الست بتيجي تشتكي اعراض ايه؟ زي ما قلنا ان الدوره عندها مش منتظمه، في الام شديده اثناء ظهور الدوره، في الم موجود في الثدي، بعض الحالات تيجي ترفع هرمون برولاكتين، ظهور شعر بشكل مفرط وبشكل غير متوقع او بشكل غير منتظم بالنسبه لها في اماكن مختلفه في الجسم، يكون شعرها سميكه شويه كمان عن العادي، مش مجرد شعر خفيف، يعني بيبقى شعر الى حد ما غليظ شويه. تمام؟ بقى بلس اور ماينس مع او عدم وجود مقاومه انسولين، وده بيبان ان انا النهارده الاقي بيشنت داخله عليها عندها تكيسات ووزنها زياده، اذا هي عندها درجه من درجات مقاومه الانسولين. في سيدات بيكون وزنهم قليل خالص ورفيع وستيل برضه عندهم موضوع مقاومه الانسولين. تمام؟ فدي نقطه ناخد بالنا منها عشان دي مهمه جدا جدا. دي الحاجات الاساسيه اللي انت لو انت لقيتيها موجوده عندك، لا انا بقول لك نصيحه روحي اكشفي. ليه؟ لان انت كشفك للموضوع ده بدري بيفرق كتير جدا جدا بشكل رهيب في البروجرس بتاع حالتك. بعدين اتاخرنا وسيبنا الموضوع فترات طويله، المشكله بتكبر وتتفاقم، الموضوع ما بيبقاش سهل. لكن كل ما نشوف المشكله بتاعتنا بدري ونحاول نحلها بشكل علمي بدري، كل ما فرص ان حالتك وحياتك تبقى اكثر استقرار قدام بتبقى ابسط واسهل لك. فدي تاخدي بالك منها قوي قوي. طبعا الفيديو هيكون ان شاء الله ليه اكتر من جزء باذن الله الفتره الجايه، يبقى اكتر من احنا دلوقتي اتكلمنا على شويه حاجات خاصه من البدايه بتاعه المرض او شكله عامل ازاي. هنكمل الفتره الجايه برضه عن طرق التعامل والعلاج بتاعه، هتقسم شقين فيما يخص السيدات والبنات، وهيكون ان شاء الله متاح في اكتر من فيديو بعد كده. stay tuned for much more videos، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ان شاء الله. وعايزين طبعا الناس الموجوده تبقى بتعمل فولو كويس للبيج عندنا، وفي نفس الوقت كمان الشانل بتاعتنا على اليوتيوب هتلاقوا عليها فيديوهات كتيره فيما يخص الاوبريشنز، العمليات موجوده كلها بوضوح شديد جدا جدا على اليوتيوب بنفس اسم دكتور احمد عطا الله. Thank you so much for watching, and stay tuned for much more video. Bye bye.